معانا كولر بقاله فتره. احنا خلينا نبقى منطقيين، احنا بنتكلم عنده غيابات كتير، ولكن في نفس الوقت ما تعدل الملعب. انت النهارده بتلعب ب5 لعيبه مش في مكانهم، غيرت 5 اماكن. يعني اي فرقه في الدنيا بيبقى عندها 1 ولا 2 اضطراري انه بيغير مكانه، لكن انت تغير لي 5 بمكانهم. الدبيس المفروض يلعب باك ليفت، لعبته بقى طرف شمال. عمر كمال المفروض يلعب ناحيه اليمين، لعبته ناحيه الشمال. امام عاشور راس حربه، وحسين الشحات بيلعب ناحيه الشمال، لعبته ناحيه اليمين. الحاجه الثانيه، اللعب بدون صانع العاب في نص الملعب. ينفع مروان عطيه واكرم توفيق، الاثنين بيقطعوا، الاثنين كويسين في القطع، لكن تحضير اللعب الاثنين ما عندهمش. قفشه لازم يلعب. امتى قفشه هيلعب؟ وانت بتلاعب فاركو، وامتى قفشه هيلعب وانت بتلاعب فرقه المفترض ان انت ما بتدافعش قوي عليها؟ يعني انت بتتكلم في الدوري المصري ما فيش فرقه تدافع عليها، فيش فرقه تلعبها ب2 ديفندرات. عمر الساعي حتى كمان المباراه اللي فاتت طرف يمين، المباراه دي تحت الراس حربه. يجب ان كولر نفسه كمدرب لازم يعدل. ممكن نقول يا كابتن عادل والله العظيم 3 كولر غلطان انه مكمل معاكم لغايه دلوقتي. الراجل ده المفروض يسيبكم كده، عشان لو مشي هتلاقي الاهلي بينافس عشان يقعد في الدوري. قال لك كولر مش عارف يا كابتن عادل بقى، كفايه كوي شعر. الحراره اللي طالعه من بيبي ليس سيحت الافكار. اساسي بتاعي مش في حالته. ايه هفضل اديله؟ ما الفرقه هتغرق، هيغرق الفرقه. الشناوي في الفتره الاخيره عمال يغرق الفرقه، مغرقها. انا بقول لكم والله بالكوره، فقد الثقه في نفسه. اللعيبه فقدت الثقه في نفسها، حتى لدرجه النهارده بعد الهدف كل اللعيبه بتبص له كده. ما كوره بصراحه ما تخشش، يعني ما تخشش في حارس مرمى ناشئ. الكوره قويه، بس يعني المسافه حتى مش مواجه للمرمى، ده بزاويه. فالطبيعي ان انا الرؤيه بتاعتي والتوقع بتاعي بيبقى افضل ما تبقى الكره مواجه للمرمى. هوب جون، خلت الفرقه عامله كده. يا رب العالمين اجعل صبرنا على محمد الشناوي ورامي ربيعه واللي بيحصل في الاهلي ده في ميزان حسناتنا.